تقول إن شاء الله إسماعيلية وإن شاء الله موسوية. أن الناس مشهور خاصة الدراويش جماعة التبليغ إذا قالوا لكم تعالوا نبي خروج ولا عندنا شيء تقولون إن شاء الله، يقول لك لا قل لي إن شاء الله حقتك هذه إسماعيلية ولا موسوية. وطبعا هم يبون، وهذا من جهلهم في دين الله عز وجل ومن جهلهم في باب الاعتقاد، يظنون أن الإسماعيلية معناها تحقيق والموسوية معناها تعليق، يعني بطيخ راح إن شاء الله بعدين ما شاء الله. ها؟ ليه؟ لأن إسماعيل عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صبر ولا ما صبر؟ بينما موسى لما قال للخضر وما صبر، فيقولون موسى ما صبر، بينما إسماعيل قال إن شاء الله وصبر. ففرق بين إن شاء الله الإسماعيلية وإن شاء الله، وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم. إسماعيل قال إن شاء الله في باب البلاء، وباب البلاء الأصل فيه صبر. وأما موسى على المنكر فيه من رأى منكم منكرا فليغيره، ما يصلح. يعني كان يجب على موسى أن لا يصبر. كيف تخرق السفينة؟ ناس مركبينك وأكرموك وركبوك وانت جاي تفسد تجارتهم وتفسد يعني آلتهم وبضاعتهم، يجوز؟ ما يجوز. تقتل الغلام، لما تقتل الغلام؟ غلام ما سوى شيء، ما أذنب، كيف تقتله؟ لأن موسى يعمل بالظاهر وذاك يعمل بما أخبره الله عز وجل أنه سيكون ولدا فاسدا يفسد أهله يدمر أهله كله. كلام واضح. فكان يجب على موسى الإنكار وعدم الصبر، فرق. وإلا فموسى الإسماعيلية إن شاء الله الإسماعيلية مرحبا، وإن شاء الله الموسوية أيضا مرحبا. واضح.